هل كنت تعلم إن قبيلة السورما في إثيوبيا بتخلي البنات يوسعوا شفايفهم بأطباق فخار، وكل ما الطبق يكبر ما كانت البنت تعلى أكتر؟ هل كنت تعلم إن قبيلة اليانومامي في الأمازون بتشرب رماد الميت بعد ما يحرقوه، بيعتبروا كده تكريم لروحه؟ هل كنت تعلم إن قبيلة الساتيري في البرازيل بتخلي الشاب يدخل إيده في قفاز مليان نمل الرصاصة اللي لدغته من أقوى اللدغات على كوكب الأرض؟ هل كنت تعلم إن نساء قبيلة الهمبا في ناميبيا ما بيستحموش بالمية نهائي، بيستخدموا خليط من الدهون والتراب الأحمر بدل الاستحمام؟ هل كنت تعلم إن قبيلة الداني في إندونيسيا كانت بتخلي النساء يقطعوا طرف صباع من إيديهم لما يموت قريب ليهم، علامة على الحزن؟ هل كنت تعلم إن قبيلة الماساي في إفريقيا بترحب بالضيف عن طريق رشه برواث الأبقار؟ بالنسبة ليهم ده بركة واحترام؟ هل كنت تعلم إن نساء قبيلة أباتاني في الهند كانوا بيحطوا سدادات خشبية ضخمة في الأنف علشان ما يتخطفوش بسبب جمالهم؟ هل كنت تعلم إن في قبائل في بابوا نيوغينيا بيعالجوا المرضى بنفخ دخان التبغ جوه الأنف والأذن لطرد الأرواح الشريرة؟ هل كنت تعلم إن عادة ربط القدمين كانت منتشرة في الصين، وكانوا يصغروا قدم البنت بشكل مؤلم لأنها كانت علامة جمال؟ هل كنت تعلم إن بعض قبائل غرب إفريقيا في طقوس الفودو بيعملوا رقصات عنيفة لاستدعاء الأرواح قدام الناس مباشرة؟